السلام عليكم. بعض الناس ينامون على بطونهم، وبعض الناس ينامون على ظهورهم، والبعض ينام على شقه الأيسر، والبعض ينام على شقه الأيمن. النوم على البطن، هؤلاء يشعرون بضيق في التنفس لأن ثقل كتلة الظهر والهيكل العظمي تقع على رئتيه، فالنوم على البطن غير صحي أبدا. النوم على الظهر، قد يتنفس الإنسان من فمه إذا نام على ظهره، فماذا يحدث إذا تنفس الإنسان من فمه؟ هؤلاء أكثر تعرضا للزكام من غيرهم، وهؤلاء تجف لديهم اللثة، وإذا جفت تراجعت، وتراجع اللثة عن الأسنان مرض العصر. وفضلا عن هذا وذاك، فإن الشخير الذي لا يحتمل سببه هو التنفس من الفم. إذا فالنوم على الظهر ليس صحيا أبدا. النوم على الشق الأيسر، إن الطعام يستغرق في الحالة الطبيعية من 2 إلى 4 ساعات في المعدة، فإذا كان الإنسان نائم على الشق الأيسر فيستغرق هضم الطعام من 5 إلى 8 ساعات، لأن الرئة اليمنى وهي الكبيرة تضغط على القلب والكبد وهو أكبر الأعضاء، فيبقى معلقا قلقا. إذا فالنوم على الشق الأيسر ليس صحيا أيضا. النوم على الشق الأيمن، الرئة اليسرى أصغر وأخف، والكبد الذي هو أكبر أعضاء الجسم مستقر في الجسد على جهة الأرض، فالهضم يتم بسرعة. إذا هذه أفضل طريقة للنوم وأنت مرتاح تماما. وإليكم هذا الحديث الشريف الذي يؤكد حقيقة النوم الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. إذا هذه أفضل طريقة للنوم. وقالوا قديما: النوم على الظهر هي نومة الملوك، والنوم على البطن هي نومة الشياطين، والنوم على الشق الأيسر هي نومة الأغنياء لكثرة أكلهم، والنوم على الشق الأيمن هي نومة الأتقياء والعلماء، وهي نومة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.